ولذلك من ادعى علم الغيب فقد كفر بالله عز وجل. لماذا؟ وجه ذلك لأنه كذب الله. ربنا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا يقول نعم أنا أعلم الغيب، كذب الله فهو كافر. طيب ومن صدق من يدعي علم الغيب أيضا فقد كفر. إن ادعى نفسه بأنه يعلم الغيب فقد كفر، وإن صدق غيره بأنه يعلم الغيب فقد كفر، لأنه كذب الله عز وجل. وربنا جل وعلا قد يظهر بعض الغيب لبعض خلقه. الرسل عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول، فيخبر نبيه بأن سيحصل كذا وسيكون بعد كذا، سيخرج من أمتي كذا، بوحي من الله عز وجل. لا يتكلم هذا الرسول من لدن، وإنما بوحي من الله تبارك وتعالى، فلا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. أتى بهذه الآيات عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا.